يا مساء الورد يا حلوين، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا سعدة ومبسوطين، في صيام العذراء مبسوطين، وأحلى 15 يوم في السنة. كلنا عارفين الشلوى بتتعمل بأبسط طريقة وبس طعمها جميل، وما بتتاكلش غير في ال15 يوم دول. بنحس بطعم مختلف عن الأيام العادية. فطبعا كلنا عارفين بتتعمل ازاي، بس ربنا ما يقطعهاش عادة لينا كلنا يا رب. فقلت اعملها معاكم النهاردة، واستنوا مني فطير الملاك. عايزة اعمل لكم فيديو من الآخر في الكنيسة مع كل الخدام ان شاء الله. استنوني يوم 17 هنعمل احلى فيديو بفطير العذراء. استنوني تمام. بس النهارده هنعمل ايه؟ الشلاولة عبارة عن ايه؟ على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا جايبة هنا نص مج ملوخية، تمام، وهعمل بيه. هجيب توم فريش، مش توم احنا مخزنينه، تمام. وهنزل كده بفصين، مش عايزة اكتر من كده، فصين توم وثلاث ليمونات كده معصورين، عصر ليمون وكمون بقى، حبة كمون صغيرة تدي ريحة وطعم. ومعانا ايه كمان؟ حبة كزبرة ناشفة، حبة صغيرة كزبرة ناشفة، كمون، كزبرة ناشفة، حبة ملح صغيرة، حبة ملح، والشطة في الآخر. يبقى احنا حطينا هنا الليمون، وحطينا توم فريش، وحطينا كمون وكزبرة خضراء. وبنعمل كده يا جماعة، بنخلط الخليط كله كده، سهلة. ومية متلجة اهي مشبرة اهي، وننزل على الملوخية بتاعتنا. احلى طبق ملوخية ساقع جدا جدا جدا. جنبيه بقى حبة بصل، الله 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 عليهم، حبة خل كده حكاية. لكن اللي هينزل زي دلوقتي النهضة ماشي، قرن شطة حامي كده جنبيها، وحلو قوي قوي قوي. ننزل بالمية ونقلب. احلى حبة ملوخية. زمان كنا بنقول احنا كصغيرين اطفال العجوزة. مؤخرا بقى انا عرفت موضوع الشلاولة وده، ان هي خدت اللقب ده. فتحفة، طعمها حلو جدا جدا للناس يعني اللي مش لاقي حاجة تاكلها، بالذات لو يوم أربعة أو جمعة في الصيام. قومي اعملي الشلاولة، تحفة حلوة جدا. بصوا ده القوام اللي أنا عايزاه. انتوا عايزين تخففوا عن كده تمام، تقلوا عن كده براحتكم، بس كده هتتغمس حلوة أوي. تمام. هاتي بقى حبة شطة كده مع الوش لو حابة، لو حابة، وننزل فيها حبة صغيرة خالص، حبة كده من على الوش، شطة، قرن فلفل حامي، بصل عليه خل. وكلي بقى يا ست البنات، احلى شلاولة واحلى عذرة في الدنيا. فاعملوها بجد حلوة جدا جدا. عيش بلدي بقى، هات العيش البلدي وكلي بقى، وتحفة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم الطيبة الجميلة، وتعيشوا كل سنة. باي.